الاحتفال في يوم الاستقلال، في يوم اعتلاء العرش، في الزواج، في ولادة أول ولد، كل هذه الاحتفالات احتفالات بدعية. كان عند العرب أعياد كثيرة في الجاهلية، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وقاطنوها من العرب الأوس والخزرج، وهم من الأزد الذين تفرقوا عند انهدام سد مأرب، وكانت لهم أعياد، أي انتصاراتهم فيما بينهم وعلى أعدائهم. أخبرهم النبي أن الله أبدلهم بأعياد الجاهلية بعيدي الفطر والإضحى. فلا عيد حقا في الإسلام سوى